انضم مش عارف بكود ايه وخد مكسب مش عارف قد ايه من غير ما تلعب. مفيش حاجه في الدنيا فيها العبط ده، لان مثلا مش هتروح تدخل سوبر ماركت وهيديك اغلى حاجه عنده عشان انت عديت من الباب بس. النهارده جايب لك قصه حقيقيه عن اللعبه المشهوره 1 اكس بت، اللي كلنا عارفين ان ده قمار، بس للاسف سهل يتلعب من اي حد ومهما كان سنه. الموضوع بيبدا من 5 جنيه بس، وكل اللي انت محتاجه يكون عندك محفظه على تليفونك، ودول حاجتين تافهين وسهلين ممكن اي حد مهما كان سنه يعملهم. القمار زمان كان في صالات مخصصه للقمار، وفي الاغلب كانت بتبقى في مكان متداري ومش ناس كتير تعرفه، واللي بيعمله كان بيتدارى، ما كانش بيوري للناس كلها ان انا مدمن القرف ده. دلوقتي يبقى حاجه مشهوره جدا واي حد يعرفها تقريبا واي حد ممكن يعملها. حاجه وصلت لشهره لعيبه الكوره، ناس زي كريستيانو وميسي مين ما يعرفهمش. فالشركه دي جت قالت لك طب ما استغل شهره اتنين زي كريستيانو وميسي دول، بس من غير ما استغلهم هم شخصيا. اي ماتش كوره في اي بلد في العالم هتلاقي في اعلان للشركه دي في الملعب، مهما كان الدوري، حتى لو مش دوري عالمي. يعني مثلا عندنا في الدوري المصري اعلاناتهم موجوده برضو، ماتشات افريقيا هتلاقي اعلاناتهم برضو، تفتح شامبيونز ليج هتلاقيهم، هتفتح دوري اسباني هتلاقيهم، هتفتح دوري انجليزي هتلاقيهم. فمهما كان الليفل اللي بيتلعب فيه هتلاقيهم في وشك، لان معروف ان الكوره هي اكتر حاجه مشهوره دلوقتي. فهم كشركه في الماركتينج جامدين جدا، بس هم بيعملوا ماركتينج لايه؟ لحاجه حرفيا دمرت حياه الملايين، خصوصا هنا في مصر. شوف كده كام واحد على النت متداين بسبب المؤامره على اللعبه دي. المؤامره اللي هو بيلعب قمار يعني في اللعبه، مش بيفتري عليها. انا شخصيا اعرف ناس اتخزوقت في الحوارات دي، واعرف ناس يعرفوا ناس باعوا اللي وراهم واللي قدامهم علشان يكسبوا اي حاجه، او عشان يعوضوا خسارتهم، او عشان حد مثلا قال لهم انا لعبت فكسبت كتير فتعالى انت كمان اكسب كتير زيي، ليه ما تبقاش زيي؟ وهو ممكن ما يكونش شم جنيه واحد. وللاسف الناس اللي بتشجع اللعبه دي ناس كتير جدا وجروبات كتير جدا في كل حته على النت، وبيعرفوا يستغلوا الناس اللي محتاجه المكسب السهل السريع. وفي الاغلب انت لو كسبت من حاجه زي كده هتكسب في الاول بس لحد ما رجليك تتجر وتقوم ايه خسران بقى اللي انت كسبته باللي انت دفعته باللي انت هتدفعه لسه. يعني مثلا ممكن فعلا تكسب مبلغ كبير جدا وكذا مره كمان مش مره واحده، لكن هيجي لك وقت والطمع يتمكن منك وهتحب بقى تكسب اكتر، فهتلاقي نفسك بتخسر اضعاف اللي انت كسبته. وهو ده القمار، بيطمعك في الاول عشان تحط فلوس اكتر، ويقوم شافط بقى كل اللي انت خدته باللي انت حطيته باللي انت هتحطه لسه، وانت كده كده هتفضل تحط فلوس زياده لان انت خلاص دقت المكسب قبل كده. فانت نوعا ما في ثقه جواك لسه ان انت هتعرف تعوض، وفي الاغلب مش هيحصل، ولو حصل هتبقى حاجه بسيطه بس تجر رجليك من تاني، يرجع لك الامل ويرجع ياخد كل حاجه منك تاني. ولنفرض انك فضلت تكسب على طول يا عم وما بتخسرش وانت اجمد واحد في الدنيا، فانت بتكسب من حرام، وحرام كبير كمان، مش حاجه حلوه يعني، وحاجه ما تقدرش انت تتباهى بيها قدام كل الناس. يعني ما تقدرش تنزل الشارع كده وتقول ان انا الملايين دي عاملها من القمار ده. اتحداك لو تعملها، ده لو انت شخص بتتفرج ومعاك فلوس من اللعبه دي دلوقتي، لان ناس كتير في الفيديو اللي فات شتموني كتير قوي بسبب اللعبه دي. بس في الاخر ده كومنت على اليوتيوب ومحدش يعرف انت مين، وحتى صورتك مش محطوطه، بس في الواقع في الحياه الواقعيه انت ما تقدرش تدافع عنها قدام الناس، لان انا وانت عارفين ان ده غلط. ومع الوقت صدقني هتبقى انت كمان زي الناس اللي بيروجوا للعبه دي، اللي هتلاقيهم على طول بينزلوا بوستات في كل حته انضم مش عارف بكود ايه وخد مكسب مش عارف قد ايه من غير ما تلعب. مفيش حاجه في الدنيا فيها العبط ده، لان مثلا مش هتروح تدخل سوبر ماركت وهيديك اغلى حاجه عنده عشان انت عديت من الباب بس. فاغلب اللي هيخش ده لو انت مدخله انت هتاخد نسبه على الشحن بتاعه، فانت هتكسب تقريبا من غير ما تعمل اي حاجه، بس هو برضو داخل حاجه حرام وشاحن فلوسه في الحرام. فانت مش شايل ذنب نفسك بس، انت شايل ذنبه وذنب الحاجات اللي هو هيضيع عليها فلوسه. والحد ده مع الوقت هيفهم الدنيا ماشيه ازاي وهيجر حد تاني، والحد التاني يجر حد تاني، وانت اصلا بقى اللي فاتح لكل الناس دي الباب، وهتفضل بقى في الدوامه دي للابد، الله اعلم لحد امتى. لان اللي انت دخلته لو دخل ناس تانية الناس هتدخل ناس والناس هتدخل ناس، وتفضل كده لحد الى ما لا نهايه، وتفضل انت تشيل ذنوب. واقول لك حاجه يا عم، فكك بقى من حته الحرمانيه خالص يا عم، الموقع ده ايه حلال يا عم. انا مش بقول ان هو حلال، انا بقول مثلا عشان في ناس كتير، انا اتشتمت كتير قوي في الفيديو اللي فات ومسح كومنتات كتير قوي لما اتكلمت في حته حرام ومش حرام. يا عم انا هجيبها لك ايه بالعقل بعيد عن الحرمانيه خالص. انا متاكد 100% ان انت سمعت عن ناس اعلنت افلاسها بسبب اللعبه دي، وباعوا كل اللي عندهم ببيوتهم بكل ممتلكاتهم علشان يعوضوا اي حاجه من اللي هم خسروها. بس دي غباوه، لان انت حرفيا رايح ترمي فلوسك في الهوا، وانت حظك بقى يا صابت يا خابت، وفي الاغلب بتخيب. ومش
ومش الفلوس بس، انت كمان بتخيب. سمعت المثل اللي بيقول لك كبر وخب؟ هو ده حرفيا المثل ده. تعالى بقى نرجع بعيد عن الحرمانيه كده وهقنعك بالعقل ليه العبط ده ما ينفعش، واللي هقوله لك ده متاكد مليون في الميه مش هتعرف تغلطني فيه، لان احتمال ان انت ما تكونش مسلم، فمهما كان انت بتعبد ايه هقنعك، يعني هقنعك. كان من قريب في ماتش لمانشستر سيتي، كان بيلاعب فريق انا مش فاكر اسمه، بس الماتش كان مضمون للسيتي، واكيد عارف الكون اجويرو اللي كان بيلعب في السيتي وراح برشلونه وفي الاخر بطل، مش عارف جاله ايه في قلبه كده في ماتش فاعتزل الكوره اساسا. كان في موقع شبه 1 اكس بت مش هقول اسمه، تقريبا دافع له فلوس عشان يعمل لهم اعلان، فدخل يحط فلوس على الماتش ده ان السيتي هتكسب. اجويرو راهن بكام؟ بمليون دولار، وكان المكسب تقريبا مضروب في 2 أو 3 حاجه كده، والسيتي كسب وكسب اضعاف الفلوس فعلا، ونزل كل ده في الستوري عنده. واحد زي اجويرو ده ثروته كام اساسا؟ الرقم اللي لقيته على النت تقريبا في حدود ال 50 مليون، وانا متاكد انه اكتر من كده بكتير، لانه في مانشستر سيتي لوحدها لعب 10 سنين، ده غير الاعلانات بقى وغير وغير وغير، وانت عارف مرتبات لعيبه الكوره عامله ازاي وحياتهم عامله ازاي. فواحد زي ده معاه ملايين، لما يطير مليون مش هيحس بحاجه، عادي هيعمل اللي يعمله، لان معاه ملايين تانية، وغير كده بيطلع في حاجات كتير قوي لحد دلوقتي، لانه اوريدي حد مشهور جدا، واوريدي برضه عمل ملايين الملايين، فهو مش محتاج حاجه زي دي عشان تجيب له فلوس. لكن اللي هتلاقيهم بقى بيلعبوا مثلا في مصر، ودول اللي مغرقين النت بيقعدوا يشتكوا كل شويه وحصل معانا وحصل معانا وعايزين حقنا، اللي هتلاقيه بايع الموتوسيكل بتاعه، واللي بايع من عفش بيته، واللي بايع ذهب قرايبه سواء واخده منهم او سرقوا منهم، وقيس بقى على النوعيات دي كتير. وصدقني دور على النت هتلاقي الناس دي كتير جدا، وانا دخلت بصيت بس ما رضيتش اخد سكرين شوت علشان ما افضحش حد، عارف؟ بس يعني انت لو كتبت على الفيس يا عم مثلا اكتب 1 اكس بس، عارف؟ اكتب 1 اكس كده ودوس سيرش، شوف البوستات اللي نازله في الجروبات، ناس قد ايه بتشتكي وعايزه تعوض اللي هم خسروه. ليه من الاول بقى؟ ليه؟ ومحدش يقدر يرجع لك ربع جنيه من اللي انت خسرته ده، لان انت اللي مطيرها بايدك وبنفسك. هي مجرد الموقع او اللعبه بتقدم لك اغراءات، وانت تم اغراءك ودوست، فاستحمل بقى، القانون لا يحمي المغفلين. فانت ليه كانسان عاقل تعمل في نفسك كده؟ بما انها مغامره بمغامره كده كده، فكر يا عم افتح اي مشروع لطش فيه وزي ما تيجي، بدل ما انت ما ترميها في قمار برضو وانت وحظك. انت على الاقل يعني رميها في حاجه انت شايفها بعينك، ولو ما ظبطتش انت عارف ما ظبطتش ليه، هتبقى شايف اسباب ان الموضوع فشل. ولو يا عم معاك مبلغ صغير مش عارف تعمل بيه حاجه، شيله خليه متشال قدامك تبقى شايفه، ما تروحش ترميه كده وزي ما تيجي، يا يرجع بزياده يا ما يرجعش خالص. حتى لو قيمته قلت مع الوقت برضه هو معاك، انت ما خسرتوش، خسرت جزء منه بس ما طيرتوش كله. اللي انت تروح مثلا ترمي 100 جنيه في البحر وتستناها تطلع 1000، ده خيال علمي. فحافظ على نفسك وعلى فلوسك في جيبك، ولو يا عم عايز تعمل بيهم حاجه خلاص ومش قادر ومش عايز تشيلهم، غامر في اي مشروع حتى لو تدخل شريك مع حد، المهم تكون حاجه انت ماسكها في ايدك مالكها، مش رايح ترمي في ابلكيشن على النت الله اعلم ايه نصيب بقى الفلوس دي، مش رايح ترمي مبلغ في لعبه ومستني يكبر. انت بتتفرج على توم وجيري كتير وانت صغير شكلك، صح؟ حتى توم وجيري ما عرفوش يعملوها. استهدى بالله كده وراجع حساباتك تاني. والاهم من كل ده ان انت بتبعد عن الحرام، تبعد عن الشر وغني له يا صاحبي. وفي الاغلب الاقي ناس في الكومنتات زي الفيديو اللي فات يقعدوا يشتموا فيا عشان ما اعرفش انا ليه، ما اعرفش ليه. انت بتدافع عن حاجه بتضحك عليك، انا بفوقك للحاجه دي. والمشكله ان الناس كتير قوي فعلا كانت بتدافع عن اللعبه واتشتمت بالعبط، اتشتمت كتير جدا وقعدت تمسح كومنتات كتير. يعني الشخص اللي بيدافع عن حاجه زي كده انت دماغك طبيعيه؟ انت بتتسرق وفرحان بده وبتدافع عن اللي سرقك، وبتغلط في واحد يعني بيحاول يبعدك عن الغلط ده، فانا اللي بحاول افوقك بتشتم. سبحان الله، انا قلت لك نصيحتي وانت عندك عقل برضه تختار بيه، فربنا معاك. وبس كده الفيديو بقى خلص. ما تنساش بقى اللايك وتشترك وتفعل الجرس وتسيب لي رايك تحت في الكومنتات في العبط ده كله. وبس يا زميلي، سلام.